سميتي ياسين، وهذه قصتي. عمري ما كنت كنآمن بالحب من أول نظرة. كنت ديما كنقول حب غير كلام كيضحكوا به الناس على راسهم. حياتي كانت بسيطة، خدمة بالدار، قهوة مع الدراري ورجع الناس. تجا النهار اللي تبدل فيه كلشي. كان نهار الشوي، خيرات مولانا، شتا خيط من السما. وانا خارج من الخدمة مع 7 العشية دخلت لواحد الكافي صغير حدا الخدمة ديالي، نفس الكافي اللي كنمشي ليها ديما. جلست في البلاصة ديالي كيف ديما و كومونديت قهوتي، كنسكرولي في التليفون بلا معنى. فجأة كتدخل هي، ما كانتش لابسة شي حاجة كتعاطيري، غير دخلت بواحد الكالما، شعرها مربوط، لابسة معطف كحل، وعينيها كان فيهم شي حاجة غريبة بحال شي حزن مخبي. حسيت براسي كنطلع ونهبط فيها بلا ما نحس. جلست في الطابلة اللي قريبة مني، طلبات قهوة بحال ديالي. من ديك اللحظة بدات الخوت شي حاجة كتحرك في الداخل ديالي. دازت الوقت، وقع واحد الموقف بسيط ولكن هو اللي غير كلشي. السربة طاح ليه الكاس ديال الماء وفزقاش حوايجها بشوية. وقفت بلا ما نفكر، عطيتها كلينيكس وقلت لها سمحي لي هاكي هادو. طلعت فيا، ابتسمت ابتسامة خفيفة وقالت لي شكرا بزاف. ديك شكرا الخوت دخلت لقلبي بحال شي سهم. من داك النهار ولات كتجي لنفس الكافي ونفس التوقيت تقريبا، ولات بيناتنا السلام. من بعد هضرة خفيفة ومن بعد طريحات طوال كنهضرو فيها على كلشي، مستقبل، خدمة، مشاكل. عرفت بلي سميتها سلمى، خدامة في شركة ديال المحاسبة، ساكنة بوحدها ولكن ورا الكارم ديالها كانت مخبية جرح كبار. وانا براسي عاودت ليها على حياتي، لا الوالد ديالي اللي مات بكري ولا مسؤولية كبيرة هزيتها وانا مازال صغير. بشوية بشوية تعلقنا ببعضياتنا. كنت كنفيق الصباح وكنتسنى ميساجات ديالها، كنت كنحس بالقنطة إلا داز شي نهار ما شفناش بعضياتنا. وكي ماشي كلشي كان وردي كيما كنقولوا. واحد النهار جات للكافي وهي ساقلة، ما عجباتنيش، غير ساكتة ما كتضحكش، عينيها كانوا حمرين. حسيت بلي كاين شي مشكل كبير. سولتها، تهربات، مبغاتش تجاوب في الاول. ضغطت عليها شويه وبدا صوتها كيترعد. قالت لي يا ياسين، كاينه شي حاجه خاصك تعرفها. انا مازال مربوطه بالماضي ديالي. حكات لي على غولاسيون قديمه، حب دام سنين ولكن كان سام، عامر كذوب وتخوفيش. هاد الشخص ما خلاش تداوى وبقى ديما كيجرها اللور. قالت لي بلي باقي كيرجع لحياتها من وقت لاخر. داك النهار الخوت ما نكذبش عليكم، حسيت بالغيره، بالخوف، بالعجز، ولكن حبيتها بزاف. قررت نبقى معها. دخلنا مرحله صعيبه، مرات كنضحكوا ونحسوا براسنا اسعد جوج في الدنيا، ومرات كنطيحوا في صمت طويل. كانت كتبعد مرة وانا كنحس براسي كنضيعها بشويه بشويه، حتى جا داك النهار قالت لي فيه خاصني نبعد دابا، مبغيتش نجرحك. مشات بلا ما تعطي شي تفسير كافي. دازت ايام وانا كنعيش في واحد الفراغ ما كيتعوضش. خدمه ولات ثقيله عليا، وليت نعكز على اي حاجه. الليل ولا طويل والكافي ولا بالنسبه ليا بلاصه كتألم. من بعد شهر وصلني ميساج من عند سلمى: ياسين اسمح لي، دابا فهمت راسي وفهمت بلي الحب ما خاصوش يكون فيه خوف. تلاقينا، كانت ديفيرنت، قوية على كي كانت، وكنت حتى انا مختلف. فهمت بلي الحب الحقيقي ماشي غير تعلق، ولكن صبر وشجاعة ونفس الوقت اختيار. دابا غاديش نقول بلي كلشي مثالي. من بعد داك اللقاء حسيت براسي رجعت كنعيش. سلمى كانت قريبة، كتضحك
كتخطط وكتقول لي دابا بغيت نبدا من جديد بلا خوف، ولكن قلبي الخوت ما كانش مطمئن 100%. ماشي حيت ما كنثيقش فيها، ولكن حيت التجربه علمتني بلي السكون اللي كيجي فجأة وراه غالبا شي عاصفه. بدات كتبدل بشويه، ماشي في المشاعر ولكن في الديتاي. كتعطل باش تجاوب، لي زابيل كيتقطعوا فجأة وفاش تكون معايا كتبقى تسرح. كل مرة نسولها كتجاوبني بنفس الجواب، هي خدمة ياسين والضغط ديالها. نهار الجمعة قررنا نخرجو نتمشاو في الكورنيش، البحر كان كالم والجو بارد شوية، كان يدا كانت دافية في يدي. وقفنا كنشوفو الموج، فجأة شفت واحد الشخص واقف بعيد كيشوف فينا. جمدت بلاصتي، عرفتو من الوصف اللي كانت عطاتو ليا من قبل. هو سلمى. حسيت بيا ساقل، طلعت تشوف فين كنشوف. ملي شافتو لونها تبدل، قالت لي كلمة وحدة: خاصنا نمشيو دابا ياسين. صافي مشينا بلا هضرة. في طريق الرجوع الصمت كان ثقيل بزاف. وصلنا وقبل ما نخرج من الطوموبيل قلت لها: سلمى، مبقيتش نقدر نهرب من الحقيقة. سكتات وعيونها تغرروا بالدموع. قالت بصوت ضعيف: راه رجع ليا وكيهددني. عاودت ليا كلشي، قالت ليا بلي داك البيرسون ما كانش غير الاكس ديالها، كان مسيطر على حياتها وكيخنقها نفسيا وكيستعمل الاسرار ضدها. كل مرة كتبغي تبدا من جديد كيطلع عليها من الماضي. ديك الليلة بصراحة ما دانيش النعاس الخوت، حسيت بالغيرة بالخوف عليها وطال عليا الدم. كان اكتر حاجة حسيتها هي المسؤولية. قلت لها: انا ما غاديش نخليك تواجه هاد الشي بوحدك، ولكن الحب ماشي ديما كافي. بدات المشاكل تكبر، هو بقى كيتصل وهي كتخبي عليا باش تحميني، وانا كنحس براسي كنخرج من حياتها شويه بشويه. حتى جا النهار اللي سمعت فيه الخبر اللي هرسني. واحد ولد دربنا قال لي شافها معاه جالسين في قهوه بعيده كيهضروا. مشيت لعندها نيشان واجهتها، ما كذباتش. قالت: مشيت باش نسد الباب نهائيا، ولكن قلبي ما قدرش يستحمل. قلت لها: كاينين ابواب الا تسدات خاصهاش تحل من جديد. بقات كتبكي وتطلب السماحه، ولكن الشك دخل بيناتنا بحال السم. بعدنا مره اخرى، ولكن هاد المره الفراق كان اعمق، حيت عرفت شنو كنخسر. دازت شهور، حياتي ولات روتين بلا طعم. حتى جا اتصال مفاجئ، رقم ما مسجلش عندي. جا صوتها ضعيف: ياسين محتاجك. قلبي تزير عليا، مشيت ليها بلا ما نفكر. لقيتها مريضة حالتها حالة. قلت ليها بلي واجهاتو دارت شكاية وسدات داك السجل للأبد. شدات يدي وقالت: الا باقي فشي بلاصة في قلبك بغيت نكون صادقة هاد المرة ياسين. طلعت فيها وقلت: حب ما كيموتش ولكن كيتبدل. مشيت لعند سلمى داك النهار، قلبي عامر بأسئلة ما لقيت ليها جواب. لقيتها جالسة في الصالة، كان الضو طافي والسقيل غالب على المكان. بانت ضعيفة ولكن في عينيها كان واحد الإصرار ما شفتوش فيها من قبل. جلست قدامها وبقات غير ساقلة كتهضرش. من بعد قالت: عارفة بلي جرحتك ولكن خاصك تعرف كلشي دابا. بدات كتعاود ليها بالتفصيل، كي بحالها كتعاود تعيش الألم من جديد. قالت بلي المواجهة مع داك الشخص ما كانتش سهلة، وأنها مازال كتوصل برسائل غير مباشرة وتهديدات منه ومحاولات باش يخوفها ويرجع يتحكم فيها. وراتني تليفونها، قريت الميساجات، كانوا ميساجات باردين ولكن فيهم سم باين في العمق ديالهم. ديك اللحظة فهمت علاش كانت كتبعد، علاش كانت كتسكت وتتبان مشوكية. ولكن فهمت حاجة أخرى، أني دخلت في حياة معقدة وما عنديش الحق نكون غير متفرج. قلت ليها: سلمى، إلا بغينا نكملو خاصنا نكونوا واضحين مع بعضياتنا.
هزات راسها باعها ولكن الدموع نزلوا بلا ما تحس. من داك النهار بدات مرحلة جديدة ولكن ما كانتش سهلة. كنا كنخرجوا ولكن دايما كنحسوا بشي عين كتراقبنا، دي زابيل كيتقطعوا ولحظات طاغي عليهم الصمت، واحد الخوف مخبي في وسط الهضرة. انا براسها الخوت وليت كنحس بثقل كبير، كنبغيها ولكن كنحس براسي محطوط في وسط معركة ما اختاريتهاش. واحد النهار كنت واقف حدا الخدمة ديالي، جا عندي واحد البيرسون ما عمرني شفتو، قال لي سميتي وكانه كيعرفني من زمان. قرب وقال بصوت خافت، خلي سالمة في حالها، المشاكل ما كتحتاج تزيد. تسمرت في بلاصتي، ما جاوبتوش وما رديتش عليه. مشاو خلاو راه خوف ما تحكاش. مشيت لعند سلمى نيشان، واجهتها بان عليها الرعب وقالت بلي ما عرفاش شكون هاد البيرسون ولكن عرفاش بلي الموضوع ولا اخطر من اللي كانت تتصور. من داك النهار ولات كتبغيني نبعد شويه. قالت بغيتكش تدخل في شي حاجه تضرك، ولكن انا حسيت بلي الابتعاد دابا هو اخطر قرار ممكن لينا ناخدوه. العلاقه ولات معلقه بين الحب والخوف، كل واحد فينا باغي يحمي الاخر ولكن بطريقه مختلفه. في ليله من الليالي جالس مع راسي كنقلب في تصاورنا انا وياه، سولت راسي واش الحب كافي باش نواجه خطر ما مفهومش، ولا بعض المرات خاصك تختار السلامه وتخلي اللي كتحب يمشي. وفي وسط هاد التفكير وصلتني رساله منها فيها جوج كلمات خاصنا نهضرو دابا. قلبي تسارع ودقاتو، عرفت بلي الهضره الجايه غادي تبدل كلشي. مشيت عند سلمى وقلبي كيدق بالزربه. الطريق كان طويل مع ان المسافه قصيره، في راسي الف سيناريو، كل سيناريو خطر من اللي قبله. فتحات لي الباب كانت واقفه وجا شعب وعينيها فيهم خوف مبقاتش قادره تخبيه. دخلت وسدات الباب بالزربه كأن شي واحد كان تابعني. قالت لي بلا مقدمات توصلت برساله اليوم. دات لي تليفونها، قريت الرساله وكانت واضحه بزاف، تهديد مباشر بلا دوران وبسميتها الكامله. وفي ديك اللحظه حسيت باللي اللعب تسالى، هادشي ما بقاش ماضي كيرجع ولا شخص ما باغيش يتقبل النهايه، هادشي ولا خطر حقيقي. جلست قدامها وخديت نفس طويل وقلت لها سلمى دابا خاصنا نكونوا عقلانيين. قالت لي وهي كترعد مشيت عند البوليس ولكن الامور كتحتاج وقت وانا خايفه. الخوف ديالها دخل قلبي بحال شي سيف. انا ما عمرني شفت راسي شجاع بزاف، وكيف في ديك اللحظه عرفت بلي الا تراجعت عمرني ما نسمح لراسي. بديت كنراقبها، كنوصلها للخدمه، كنرجعها، كنشوف الوجوه، الطوموبيلات، الديتاي اللي قبل ما كنتش كنتابع ليهم. الحياه ولات حضر مستمر ولكن لا طونسيون كيعيي. واحد النهار كنت معاها في الكافي، نفس الكافي اللي بدات فيه القصه ديالنا. قالت لي وهي كتقلب في الكاس كتحس بذنب. سولتها على شنو، قالت لي حيت دخلتك في حياتي. جاوبتها بلا ما نفكر، يعني لا الا كان هادشي ثمن الحب راني قابل، ولكن الخوت انا في الحقيقه كنت خايف. بعد ايامات رجعت للدار مع العشيه، لقيت واحد الورقه تحت الباب كانش فيها كلام بزاف، غير جمله وحده مكتوبه هكا تدخل في شي حاجه كبر منك. جلست على الارض والورقه في يدي، عرفت بلي داك البيرسون قريب، اقرب مما كنت كنظن. واجهت سلمى بالورقه، بان ليها الخوف ولكن قالت شي حاجه عمرني نساها. انا ما غاديش نهرب دابا، قررت تواجهو تمشي في الاجراءات القانونيه حتى الاخير. وانا خاصني نختار كمل معاه في هاد الطريق اللي طايب بلانات ولا نطلب منها نبعد باش نحمي راسي وراسها. الضغط بدا يأثر علينا، ولينا نتخاصموا على والو ولا بيناتنا صمت طويل، بكاء بلا حتى شي سبب واضح.
الحب ولا كيمتحنا يوميا. في ليلة من الليالي خرجت نتمشى باش نهدن راسي، سمعت صوت خطوات ورايا، تلفت ما كان حتى واحد، وكاين الاحساس ما مشاش. رجعت للدار وتوصلت بابين منها، صوتها كان مهزوز: ياسين، راه كاين شي واحد واقف حدا الدار ديالي. جريت لعندها الخوج بلا ما نفكر، وصلت وما لقيت حتى واحد، ولكن لقيت حاجه اخرى. الطوموبيله ديالها كانت مخدوشه وبطريقه متعمده. طلعنا للدار، سدينا علينا، جلسنا في صمت. في داك الليل فهمت بلي القصه ما بقاتش ديال الحب، ولات ديال صمود، قرارات صعيبه وخيارات كتبدل المصير. شدات يدي وقالت لي: الا وقعت شي حاجه بغيتك تعرف بلي بغيتك ديال بصح. كلمات بسيطه الخوش ولكن ثقيله. بين ما كنسمع صوت الريح برا، جا واحد نوتيفيكاسيون في التليفون ديالي من رقم انكوني: دابا الدور ديالك. حبست النفس، عرفت بلي المرحله الجايه ما غاديش تكون بحال اللي قبلها. داك النوتيفيكاسيون بقى كيدور ليا في راسي: الخوت، دابا الدور ديالك. بقيت شاد التليفون كنقلب فيه، كنتسنى شي حاجه اخرى، ولكن والو. سلمى كانش حاضياني، حاسه بلي شي حاجه وقعت. سولاتني شنو كاين، بغيت نزيد نخلعها، ولكن عرفت بلي بهاد السكات ما نفعنا في والو. عطيتها التليفون، قرات الميساج وحطيت يدها على فمها. داك الليل ما نعس حتى واحد فينا، كل صوت كيجينا غريب، كل حركه كتخلع. الحب اللي كان كيخلينا نحسو بالامان ولا هو نفسه دابا ما كاينش. مع الصباح قررت نمشي للخدمه بحال العاده، كراسي ما كانش تما. كنت كنحس براسي مراقب في الطريق. شفت نفس السياره دازت حدايا جوج خطرات، ما كنتش متاكد، ولكن الاحساس كان قوي. في العشيه تلاقينا انا وسلمى وقررنا نهضروا في هاد الحريره اللي ما عارف فيها سفاها على. قلت لها: هادشي ما بقاش غير ديالك، ولا ديالي حتى انا. قلت وهي شاده في راسها: كنت باغيه نحميك، ولكن دابا دخلتي بالزز. قررنا نكونوا اتونسيون كتر، بدلت طريق الخدمه، حبسنا الخرجات، ولات حياتنا محسوبه بالدقائق وبالثواني. ولكن داك البيرسون كان ديما سابقنا بخطوه. نهار الثلاثاء وصلني واحد الاستدعاء من البوليس، قلبي تير دخل عليا الخوت. كنت نسمع بالديكلاراسيون توصلني دابا. مشيت وانا كنقول: يا ربي تستر وتخرج هادشي على خير. سولوني على سلمى، على العلاقه ديالنا وعلى داك البيرسون. فهمت بلي كاين تحقيق، ولكن حتى هما ما كانوش متاكدين من كل شيء. تهديدات بلا دليل واضح، صعيبه الخوت تشد في بحال هاد المواقف وبلا حتى شي دليل مقنع. خرجت من الكوميساريه وانا كنحس براسي سخن عليا. في داك النهار ما بغيتش نمشي عند سلمى ديريكت، بقيت كنراقبها من بعيد. شفت واحد الراجل واقف في الجنب كيدير بحال كيعيط في التليفون. ملي قربت شويه تحرك ومشى. وصلت عندها كانت معصبه وخايفه. قالت لي: جا لعندي اليوم حتى هو. وقفت سولتها بشويه: شكون؟ قالت لي: هو جا حتى هو للدار، ما طاش، غير بقى واقف كيشوف. ديك اللحظه الخوت حسيت بالضبابه في عينيا وطال عليا الدم. ما بقاتش غير لعبه نفسيه ولا استفزاز مباشر. قلت لها: الا سكتنا دابا غادي يزيد يتصار. وكان حتى المواجهه كانت شويه ريسك. دازت الايام والضغط كيتزاد، بدينا نختلفوا، هي ولات عصبيه وانا وليت غير ساهي وساكت. كنحبوا بعضياتنا، ولكن الخوف كان كياكل فينا شويه بشويه. في ليله من الليالي كانت جالسه قدامي وبكات فجاه. قالت: الا خسرتك بسبب هادشي ما غاديش نسمح لراسي. قربت منها ودرعتها لعندي، ولكن حتى الحضن كان فيه خوف. الخوف من الغد، من المفاجأة، من الحاجة اللي ما متوقعهاش. قبل ما ننسى سمعت الصوت ديال شي حاجة كتضرب السرجم. قفزنا بجوج، مشيت بشوية، حليت الخامية، لقيت حجر صغير طايح وتحته ورقة مضوية. حليتها وكانت مكتوبة وخط واضح: باقي الوقت ولكن الصبر كيسالي. تلفت لسان ما كانت واقفة ورايا ودموعها نازلين كي شي شلال.
في ديك اللحظة فهمت حاجة وحدة، هاد القصة دابا وصلت للنقطة إما نواجهو إما شي حاجة غادي توقع. وشديت الورقة في يدي وأنا عارف بلي الخطوة الجاية غادي تبدل كلشي. من بعد ديك الورقة ما بقات الصراحة عندي شي حاجة نخسرها من غير الصمت. الخوف ولا واقف قدامي، وهاد المرة ما غاديش نهرب. قلت لسلمى إلا جا هاد المرة ما غاديش نبقاو ساكتين. بان عليها الخوف ولكن شفت حتى العزيمة ديالها. قالت لي أنا معاك وكيغيب الفن. دازت شي يومين تقريبا بلا حتى شي إشارة. هاد الهدوء كان كيخلع أكتر من التهديدات. حتى جا نهار الخميس كنت خارج من الخدمة عادي والجو كان مضبب بحال شي حاجة واقعة في الهوا، وانا قاز الطوموبيل سمعت الصوت من ورايا: ياسين ياسين. وقفت ما تلفتش ديريكت، قلبي كان كيدق قرب يخرج من بلاصتو، ولكن عقلي كان واعي. طورت راسي بشوية وكان هو واقف قدامي، خونا كالم بزاف، لابس واحد الكيطماط نايكو كيضحك بحال شي واحد جاي يهضر على سوجي نورمال. كان عينيه كانوا باردين. قال لي كنت باغي نهضرو. جاوبتو هضره بيناتنا فلانة سالات من زمان. ضحك ضحكة خفيفة وقال لا لا ما سالاتش، دخلتي في شي حاجة ماشي ديالك. قربت خطوة وما هزيتش صوتي. الا كتهدد راك في بلاد المخزن وانت عارف هادشي. هز كتافو وقال تهديد؟ لا لا انا غير كنباك. وقفنا كنطلعوا على بعضياتنا، الناس دايزين كيشوفوا. كان لحظة كانت مشنشطة بيناتنا. قال لي بصوت مهزوز: سلمى ديالي، وما عمرني نخلي شي واحد ياخذ ليا بلاصتي. هذيك اللحظة الخوت حسيت بالعروقة تغلغلوا لداخل ديالي، حسيت بالدم طالع ليا في راسي، ولكن قدرت نكونترولي راسي. قلت لي سلمى إنسانة حرة ماشي ملك ديال شي واحد. سكت شوية ومن بعد قال كلمة فيقاتني: سول راسك علاش ما عودات ليك على كل شي. تسمقلت على العشران، عارف بلي ضرب في بلاصة حساسة. قرب مني وقال: كاين أسرار إلا عرفتيهم غاديش توقع. ما جاوبتش، مشيت وخليت ورايا، ولكن الكلمات ديالو بقاو يدوروا ليا في راسي. مشيت عند سلمى نيشان، دخلت وسولاتني غيب شوفة وحدة. قلت ليها تلاقيش معاه، وجهها صفار. جلسات وحطت راسها بين يديها. قالت بصوت مكسور: كنت عارفة بلي النهار غادي يجي. طلبت منها تحكي ليا كل شي بلا زيادة بلا نقصان. بقات ساكتة واحد شوية ومن بعد قالت: كاينة شي حاجة ما قلتهاش ليك ياسين، حيت كنت خايفة نضيعك. حكات لي بلي في العلاقة القديمة كانت وقعت في غلط كبير، غلطة استغلها ضدها ولا كيهضر بها كل مرة باش يتحكم فيها. ما كانتش جريمة، ولكن كانت حاجة تقدر تدمر السمعة ديالها وخدمتها. انا الخوج بقيتها كنسمع وساكت، ما حكمتش، ولكن تقل السر كان كبير. قلت ليها علاش سلمى حتى لدابا؟ قالت لي حيت دابا ولا كيلعب بورقته الاخرى. في داك الليل ما هضرناش انا وسلمى بزاف، كل واحد غارق في افكارو. قبل الفجر وصلني ميساج من رقم مجهول مكتوب: الا باغي الحقيقة كاملة جيب وحدك وبلاصة باينة مجورة اللي في العنوان. عرفت بلي هو. وقفت لبست عليا حوايجي وسلمى فاقت. قلت لي فين غادي؟ قلت لها نمشي نواجهو. شدات يدي بواحد الجهد: الا مشيتي بوحدك ما نعرف شنو قادر يوقع لك. طلعت فيها وقلت لها بواحد الهدوء: بعض المواجهات خاصها تكون مباشرة. وصلت لبلاصة كما قلت لكم كانت مهجورة، الضوء تيشعل وتيطفى بوحدو، والبرد على الجهد تمايا. شافني جاي ووقف، قال لي كنت متأكد غادي تجي. قلت لي قول لي شنو باغي وطلقنا خلاص. قرب لعندي وقال: باغي ترجع ليا وباغيك انت تبعد.
ساهلة ضحكني ولد الخشبة. هادشي ما غاديش يوقع. تبدل وجهو بان عليه الغضب أول مرة. قال راك ما عارف والو وانا ما كنخسرش. قرب كتر ووقفنا فيس تو فيس نفس بالنفس. ما كانش الضرب ولكن التهديد كان حاضر بالجهد. قال آخر كلمة قبل ما يدور ويمشي. دابا بدا الهد التنازلي. بين لي حنت يديك. بقيت واقف كنسمع صدى الخطوات ديالو. كنحس بلي المواجهة هادي كانت هادي النهاية. انا يلا نبداو. رجعت من داك اللقاء الخوت وانا ماشي نفس البيرسون. ما كانش عندي شي تخوف مي كان عندي احساس ثقيل. احساس بلي شي حاجه تحركت وبلي الامور خرجت على السيطره. وصلت عند سلمى كانت واقفه كتسنى وجهها صفار. ملي شافتني دخلت درعتني بواحد الجهد وحاس بها بارده ومخلوعه بحال كانت حاسه توقع شي حاجه. قلت لي شنو دار معاك؟ جاوبتها ما دار والو ولكن كيهدد فيا. عرفت بلي هاد والو اخطر من اي حاجه حيت الناس اللي بحالو ملي كيسكتو كيبلانيو الدق والسكات. دازت ايام قليله وكل نهار كان اسوء من اللي قبلو. الضغط بدا يبان في كل تفصيل صغير. سلمى توصلت بايميل في خدمتها فيها تلميحات خايبه على الماضي ديالها. انا توصلت بابيل من الخدمه قالوا لي خاصنا نهضروا على سلوك خارج العمل. فهمت الميساج كان كيلعب علينا من بعيد بلا ما يبان. مشيت للخدمه وانا كنحس براسي مكشوف. المدير هضر معايا بالعقل ولكن كلامو كان فيه شك. خرجت وانا عارف بلي السمعه ديالي ولات في خطر. في العشيه تقاشعنا انا وسلمى. ما كانش الهضره بحال كيف ديما. كل كلمه بيناتنا كانت محسوبه. كل صمت مشكوك فيه. الحب الخوت باقي بيناتنا ولكن الخوف ولا ساكن بيناتنا. قالت لي على غفله الا خسرت ياسين خدمتك بسببي ما غاديش نسمح لراسي. جاوبتها ولا بعدتي دابا غنتسماو خسرنا وهو الرابح. ولكن حتى انا كنت كنحس بالثمن كيطلع. واحد النهار لقيت واحد الحساب السوشيال ميديا كيهضر بطريقه مستفزه. كلام ما فيهش معيور ولا سبان دايركت ولكن كيوصل الفكره. تعليقات بالعرام والنظرات تبدلات. سلمى حتى هي ولات كتخاف تخرج بوحدها. كل مره كنكون معاها كنحس براسي كنحميها وكاين بيني وبينكم الخوت. انا براسي محتاج اللي يحميني. الضربه الكبيره جات في النهار ما كنتش متوقعه. كنت راجع للدار ولقيت الباب محلول شويه. قلبي تيزح عليا. دخلت بشويه كنسمع غير صوت النفس ديالي ما كان حتى واحد. ولكن الدار كانت مقلوبه سفاله على ما تسرق والو غير واحد الحاجه كانت ناقصه. لي فوتوكوبي القدام ديال وراقي ديال سلمى. جلست على الكرسي فهمت الميساج بلا ما يتكتب. نقدر نوصل لكل شيء. مشيت عند سلمى ملي وريتها شنو وقع بدات كترعد ليا تما. قلت بصوت ضعيف هاد الوراق الا خرجوا حياتي غتسالي. في ديك اللحظه حسيت الخوت بالثقوليه ديال القرار اللي خديت. مبقاش غير حب كنحاربوا عليه كان مستقبل كرامه في نفس الوقت وحياتنا كامله. قلت لها خاصنا نضربو قبل ما يضرب ولكن كيفاش؟ كل طريق فيها خطر. دازت الليله وما نعس حتى واحد فينا. مع الفجر توصلت ميساج جديد مكتوب راك فهمتي دابا شنو نقدر ندير. وقبل ما نجاوب جاني ابيل من رقم معروف ديالو النيت. قال بصوت كارم بزاف اخر فرصه اختار يا تبعد ولا تكمل. طفيت المشقوف وانا كنحس براسي محاصر. سلمى كانت كتطلع فيا عينيها عامرين خوف وامل في نفس الوقت. قالت لي شنو غادي دير؟ طلعت فيها وما جاوبتش حيت القرار اللي خاصني ناخذ دابا غادي يبدل حياتنا بجوج. يا اما نواجه ونخسروا بزاف يا اما نساحب ونعيشوا بواحد الندم اللي ما كيساليش. وفي داك الصمت ثقيل سمعنا دقه مجهد على الباب. تلاقينا بنظره وحده ما كان حتى شي سؤال غير حقيقه وحده كدور في راسنا. خطر وصل حتى العتبه ديال الدار
الدقان على الباب كان كيتسمع على الجد، كان متابع. دقة حدا اختها، قلت لسلمى باينه ماشي ديال الجيران. سلمى شدات يدي وانا قربت من الباب بشويه، سولت شكون؟ جا صوت مزغب الخوت، هل بغينا غير نهضروا. عرفت الصوت هو، تلاقينا انا وسلمى بنظره وحده، ما داز بيناتنا حتى شي نقاش. قلت ليها بصوت خافت عيطي البوليس دابا. حلات التليفون وانا حليت الباب غير شويه. كان واقف قدامي بوحدو، ولكن وراه الطوموبيل مديماريا والضو كانوا شاعلين ضاربين في الظلام. قال بواحد الكالمو تحتو بحال انا وحسيفه في عقلو. قلنا زعما غير نهضرو. جاوبتو هضره بيناتنا فلا نسالات، تبدلو الكريمه صدوجو على غفله. طلع الغضب اللي كان مخبي وراه، طفى الباب ودخل، وقف وسط الصاله بحال هو مول الدار. قال لي دابا تسمع مزيان، عندي كلشي، اوراق، تصاور، ميساجات، نقدر نطيحكم بجوج. سلمى كانت ورايا كتبكي بصمت. درت خطوه للقدام وقلت والبوليس. ضحك ضحكه شريره. راه وصلوا معطلين. وفي ديك اللحظه سمعنا صوت الفارغو من بعيد، تسمر في بلاصتو، بان الخوف لاول مره في عيني. قال لي شنو درتو؟ قلت وانا تنعبر فيه اختاريت نواجه. حاول يخرج، شديتو من يدي، دفعني للحيط حتى تزدح راسي مع بوباني. داك الحيط قصدتو بواحد الكروشي الكرشنيشان، حوالو عيني قدامي. سلمى كانت كتعيط للبوليس وكانت كتغوت. دخلوا البوليس شدوه وهو كيهلل. راه ما سالاتش. ولكن كانت سالات. دازت اسابيع من بعد ديك الليله المشؤومه، دزنا في تحقيق، محاضر، مورا شهادات، اوراق لقاوها في السياره ديالو، تهديدات كانت مريكورديه. مبقاتش غير كلمه ضد كلمه. سلمى خسرت خدمتها ولكن ربحات حريتها وكرامتها. انا تبدلت، ما بقيتش نفس البيرسون اللي بدا القصه. واحد النهار جلسنا في داك الكافي اللي عرفنا فيه بعضياتنا اول مره فين تلاقينا انا وسلمى. الصمت بيناتنا كان مختلف هاد المره، ما كانش الخوف والستريس اللي كان شاب. كنا شحال هادي. قلت لي كون ما كنتيش واقف معايا ما كنتش نقدر نواجهو. جاوبتها وكون ما واجهتوش ما كنتش نعرف شنو هو الحب بصح. وقفنا خرجنا والهوا كان نقي داك النهار، اول مره من بعد شهور الستريس والخوف. ما غاديش نقول بلي القصه سالات بسعاده كامله بحال داكشي د الافلام الرومانسيه، ولكن سالات بحقيقه. تعلمت بلي الحب ماشي غير مشاعر، حب قرار. الشجاعه ماشي ما تخافش، الشجاعه هي تواجه وانت خايف. وهاد الليله المشؤومه كانت اخر ليله عشنا فيها تحت الظل.